أهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع زيكو. وبعد انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، وفوز النادي الأهلي باللقب رقم 38. المباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة. ويمكن احنا امبارح عشان نخش على طول في التفاصيل بتاعتنا وتحليل فني للقاء، ولكن قبل ما يكون في تحليل فني للقاء انا بحب اشكر المملكه العربيه السعوديه. بحب اشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على المجهود الضخم طوال اليوم، واللي احنا شفناه النهارده على شاشه التلفزيون وحتى الان مستمر وموجود، من مباراه في كل شيء. مفيش غلطه في المباراة حصلت النهاردة. المملكة العربية السعودية، موسم الرياض، مع المستشار تركي آل الشيخ، عمل النهاردة بصراحة ليلة مصرية على إرادة السعودية، وحيدا في الملعب الأول بره. من كل شيء مفيش حاجة فايتة. فده الأول قبل أي حاجة، تحية وتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية. ندخل في المباراة. أنا امبارح قلت إن في مشكلة عند كولر وفي مشكله عند جوميز، وده حقيقة انا قلت كولر، واكدت امبارح في التحليل بتاعي على الجنب اليمين عن طريق محمد هاني، وقلت ان في مشكله عند كولر في الحته دي، وقلت محمد هاني مش في مستواه، وعملت عليه دايره. وانا امبارح اهوت، اللي كان امبارح بيتابعني امبارح ديت امبارح، وقلت على محمد هاني عليه دايره، وقلت امبارح على السوليه وحط عليه اكس. وفي الزمالك انا حطيت على على خط الاول ناصر ماهر، وحطيت المهاجمين الثلاثه. قلت يفضل مين وياخد مين والكلام ده كله، كنت مستبعد ناصر منسي وحطه في بره خالص. يعني احنا بنفهم كوره، يعني الناس بتاخد دولارات ومليون الدولارات، وللاسف الشديد نيجي في ارض الملعب بيجوا يطبقوا حاجات ما ينفعش اصلا تحصل، وحاجات كلها بديهيات. انا قلت امبارح تشكيل الاهلي امبارح بالنسبه لوجهه النظر، قلت شوبير ومعلول وعبد المنعم مرامي ومحمد، انا عملت عليه دايره واتكلمت فيها، وقلت مروان وامام والسوليه، وعملت اكس على السوليه، وقلت حسين الشحات بيرسي تاو وكهربا. الجنب الاربعه او الثلاثه اللي قدام، او الاربعه اللي قدام لو احنا جبنا معاهم امام، ده اللي حصل. اللعب كله ان كولر استبدل في التشكيل بتاعه اللي هو عمله النهارده بندفيد، ودي كانت مفاجاه، مكان مروان عطيه، ولعب السوليه ولعب محمد هاني. فاتضح ان الفرقه ندفد وامام والسوليه مع بعض كثلاثي ما لعبوش مع بعض اساسا. فاتضح ان في مشكله في خط وسط النادي الاهلي، وطول ما المباراه شغاله والتلاته كانوا موجودين كان في مشكله جامده، لغايه لما عمل التغيير بتاعته وهنيجي لها قدام. في المقابل الزمالك، انا قلت ايه، عواد او محمد صبحي سيان ما تفرقش، وبعد كده احمد فتوح والمسلوس وعبد المجيد وعمر جابر ده بدا بيهم، دونجا بدأ بيه، وعملت على رؤى دايره. فوجئت ان هو بيلعب عبد الله السعيد جنب دونجا، وقلت قدام زيزو والسعيد وناصر ماهر. فوجئت ان هو بيشيل ناصر ماهر بيلعب مصطفى شلبي. واللي قلت في الهجوم اوباما الجزيري سامسون، ما قلتش ناصر منسي، لقيته بيلعب ناصر منسي، هو سمع يظهر كلام مورينهو بال مع ميدو فحب يعمل كده يعني. ف لكن تشكيل الزمالك اللي بدأ بيه، آه، قلنا عواد فتوح المسلوس حسام عبد المجيد عمر جابر دونجا والسعيد وزيزو واوباما وناصر منسي، ومعاهم مصطفى شلبي. فكانت مفاجاه برضك بالنسبه لي. ودليل على ذلك ان خط وسط الزمالك مش قادر، برغم كميه الفرص والاستحواذ اللي كان شغال فيها طول نقول 60 70 دقيقه، ما هوش قادر. وخط وسط الاهلي في التوهان، لغايه لما جه كولر، جه وقام معدل وقام منزل التغيير بتاعته،
عمر كمال ومروان عطيه وقفشه مكان كل من كريم نيدفيد والسوليه و تاو. فبدأ يعدل الفرقة وبدأت الفرقة تمسك كورة. في المقابل الزمالك طبعا إصابة زيزو طبعا ديت كانت إصابة طبعا محورية وخبطة جامدة، فنزل مكانه شيكابالا، وده تغيير غلط خالص عشان نكون واقعين مع بعض. يعني إن زيزو لما يصاب انزل مكانه شيكابالا، يبقى أنت لسه مدرب، لسه قدامك كتير تفهم الفرقة. كان المفروض أول لما زيزو اتصاب كنت نزلت ناصر ماهر. ناصر ماهر لما نزل في الزمالك عمل فرق كبير قوي، والدليل على ذلك ان الجبهه اليمين اللي كانت مستباحه في الاهلي اللي كان واخدها شلبي على محمد هاني، لما لقى كولر اللي هو خلاص بيتزنق وخلاص الجبهه مفتوحه، بدا يلعب عمر كمال عبد الواحد قدام محمد هاني عشان يسد الجبهه دي. فكان المفروض ان جوميز مدرب الزمالك ان هو يستفيد بقى من ان هو الجبهه مفتوحه، كان نزل ناصر ماهر في اول الشوط الثاني في التغيير اللي حصلت مكان ايه، مكان زيزو. لكن احنا فوجئنا ان هو بينزل شيكابالا. بعد كده جه نزل لما حس ان الفرقه او ان هو عنده بقى يعني شايف الاهلي ضعيف او الاهلي مش مستواه تحديدا يعني، فنزل ناصر ماهر ومكان اوباما. وده كان المفروض كان من اول مباراه كان يبدا بالتشكيل ده اللي المفروض الزمالك يلعبه. الاهلي فكره مارسيل كولر في المباراه كلها تخلص حاجه واحده بس، هي فكره واحده بيطبقها، وهي العمق. العمق هو شايف ان عمق الزمالك من ورا دونجا مفتوح، فهو تلاقيه دايما بتلاقي السوليه طالع قدام، امام عاشور ورا دونجا، هو عايز ياخد الكره ورا دونجا يبقى قدامه يبقى خلاص الدنيا مفتوحه قدامه. الفكره ديت جوميز في الزمالك فطن فيها شويه، فكان ده بيأخر دونجا او بيلعبه قدام الاثنين المساكين اللي هو المسلوس وحسام عبد المجيد، كان بيلعب دونجا قدامهم، فمنع فكره مارسيل كولر الى ان حصلت ان كولر بقى حب اللي هو يجيب بقى الفكره من عن طريق مين؟ عن طريق مجدي قفشه، لان السوليه مش قادر يطبقها وكمان امام مش قادر يعملها، فنزل مجدي قفشه اللي هو بيجيد اللعب ما بين الخطوط. وديت ما تلاقيش في لعيبه كتير في مصر الحته دي، هما اتنين تلاته موجودين مع عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد مجدي قفشه، ما تلاقيش واحد تالت بيعملها او واحد رابع بيعملها. فديت كانت فكره مصر الكوره، وده الجونين جم من الحته دي، ان على طول الكوره بتيجي من العمق، قفشه بيلعبها هوب الامام عاشور جول، الجون التاني نفس الموضوع، امام لقفشه الشوطه جول. لكن الزمالك برغم الاستحواذ بتاعه وكميه يعني نقول اشباه الفرص، الماتش ما فيهوش فرص كتير. وانا قلت امبارح في التحليل بتاعي قلت ايه؟ قلت 50 50، يعني انا قلت 50 50 الا لو جه جول من الاول هيفتح الدنيا كلها. لكن الزمالك ما طبقش ديت ليه؟ لان انا ما شفتش عبد الله السعيد بيتقدم. يا كابتن جوميز عبد الله السعيد مش مركز ست، عبد الله السعيد عشان يلعب كوره لازم يكون تحتيه 2 6. ولا قلت لما جيت امبارح في التشكيل بتاعي قلت دونجا ورؤى لازم يلعبوا، او دونجا ومحمد شحاته لازم يلعب ويبقى قدامه عبد الله السعيد. ما ينفعش السعيد يلعب ورا وأوباما قدامه، الفكره ديت قمه الفشل. مش هتاخد انتاج مع عبد الله السعيد، مش هتاخد اتنين بلاي ميكر في الزمالك بالسعيد واوباما، استحاله. لو هتاخد اتنين بيكر بالسعيد واوباما يبقى تستغنى عن طرف من الطرفين، او هتلعب بثلاثه ورا، او هتلعب بثلاث مدافعين ورا وتستغنى عن طرف من الطرفين. لكن انت طول ما انت بتلعب السعيد جنب دونجا مش هتلاقي انتاج من عبد الله السعيد. اولا في حاجات كتير قوي، اولا كبر السن، مش عارف يدافع ويهاجم في نفس الوقت، دي مشكله هتبقى عنده. وكمان انت عبد الله السعيد بيلعب لعيب بين الخطوط، ما هوش لعيب اللي هو يظبط على مساحه. طبعا كولر فطن النقطه دي، يعني الحته دي بقى في التكتيك بالذات هتلاقي كولر فطنها. فعمل ايه بقى؟ هو قام ملعب السوليه على عبد الله السعيد، اتنين لعيبه مهاريين، يعتبر نفس السن شويه، فيعرفوا ياخدوا ويدوا مع بعض، وده اللي حصل.
فاذا الفكره بتاعت جوميز اللي هو يلعب بلي ميكر من ورا قدام اوباما، الفكره دي كولر بطلها له بان السوليه يكون معاه. لما لقى كولر ان انتاج عبد الله السعيد في الملعب مش هيدي انتاج كبير، سحب السوليه ولعب محمد مجدي قفشه. لكن التشكيل بتاع الاهلي لو كان بدأ بندفد ومروان، عفوا بمروان وامام وقفشه، كان هيبقى اكثر انتاجا، لكن كان هيدي حريه لعبد الله السعيد. فالفكره هنا ان الكوره في وسط الملعب التلاته ما كانوش متغامين مع بعض هجوميا، لكن دفاعيا سيطروا عبد الله السعيد. في المقابل كان عنده ثغره جامده محمد هاني، ولازم محمد هاني يراجع نفسه، راجع مستواه بعد طبعا كالعاده بعد كاس العالم للانديه مستواه ضرب تحت، فلازم يشوف له حل في الجبهه اليمين في النادي الاهلي. كرات كتير في المباراه ودي الحاجه من السلبيات اللي موجوده في المباراه. اولا احنا مش شفناش شوط كتير، هما شوطين ثلاثه. يمكن الكره الابرز بتاعه زيزو، وتحيه كبيره لمصطفى شوبير. انا بقول اللي هو مسجل الكلام ده وقال الكلام ده من زمان. مصطفى شوبير هيبقى حارس منتخب مصر والنادي الاهلي لفتره طويله قدام. خلاص هو خد الثقه تمام وزي الفل، وفعلا هو شبل من ابوه الاسد. ذلك الشبل، هذا الشبل من ذاك الاسد بصراحه يعني. ويمكن هو هيفوق كابتن احمد شوبير. انا اتفرجت على كابتن شوبير طبعا واتمتعت بيه كحارس مرمى عظيم. لكن مصطفى هيفوق كابتن احمد شوبير. وخدوا الكلمه ديت يعني مني يعني. مفيش تصويت كتير في المباراه، تصويت كتير في المباراه مش موجود. ودي نقطه سلبيه. النقطه بقى السلبيه الابرز بقى كمان بقى الا وهي الضربات الثابته والضربات الركنيه. مفيش في الاثنين مدربين مفيش فيه اي جمل تكتيكيه اتلعبت من ضربات ثابته او ضربات ركنيه. والماتشات المقفوله اللي زي ديت ممكن تخلص بضربه ثابته او ضربه ركنيه تحل الفيلم ده كله. احنا شفنا الاهلي في نهائي كاس الامم، كاس دوري الابطال قدام الوداد اللي حللوا اللغز كله ضربه ركنيه والماتش كان مقفول. فالماتش ده كان المفروض نشوف فيه جمل تكتيكيه من ضربات ثابته او ضربات ركنيه. فالنقطتين سلبيتين، الشوط تاني هام الضربات الثابته، واخيرا الريتم البطيء للكره المصريه. احنا قلنا بنلعب رتم ايقاع بطيء، سلو موشن. لو انت عايز تعيد حاجه بالبطيء قوي هتروح الكره المصريه. الريتم يعني رتم تحت. يعني الشوط الاولاني لو واحد عايز ينام، لو واحد فعلا عايز ينام ويحتاج ينام يتفرج على الشوط الاولاني تحديدا يعني. الشوط الاولاني فعلا ينيم، يخليك قاعد كده عايز تنام، تشد البطانيه واللحاف وتنام. فالريتم بتاع الكره المصريه اصبح بطيء جدا، ما هواش رتم سريع. وده في الكوره ده مشكله كبيره لو انت بتلعب فرق رتمها سريع. ويمكن ده اللي احنا بنشوفه بقى في دوري ابطال افريقيا وشفناها في كاس الامم الافريقيه الاخيره. الريتم السريع الاهلي دايما بيعاني قدام سان داونز ان سان داونز رتمها سريع. سريع المهارات والحنكشه والبنكشه اللي بتلعبها سان داونز، لكن سان داونز عشان رتمها سريع فالاهلي بيعاني. بيراميدز لما لعب سان داونز في البطوله ديت دوري ابطال افريقيا عشان رتم كان سريع، نفس الموضوع. لما لعب مازيمبي نفس الموضوع رتم سريع اتغلب. فاحنا مشكله الكره المصريه دي ان هي رتمها بطيء، بطيء جدا. يعني لدرجه ان انت عايز تنام، مفيش سرعه، مفيش نقل هجمه، مفيش الكلام ده كله. بندور على مين لعيب فاضي نديله الكوره ونخلص، لكن كريتم سريع مش موجود. دي ثلاث نقط سلبيه ظهروا النهارده في المباراه، ودولت اكثر مباراه مشاهده، دول اكتر فرقتين موجودين في مصر فيهم كميه لعيبه هيمثلوا منتخب مصر بجانب المحترفين. عموما في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك. اخيرا وليس اخرا. يا ريت بقى نتعلم
ويا ريت نشوف الجمهور الكرة المصرية بيملأ الملعب في استادات مصر. النهارده كانت تجربة ثرية جدا كجمهور وكضوابط، وكل حاجة كانت موجودة. فيا ريت اللي احنا نتعلم من النهارده. شكر وتقدير، وفي النهاية شكر وتقدير للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا الحدث. شكر وتقدير للمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكر وتقدير لجمهور الفريقين على الالتزام بالروح الرياضية. لايك بقى وفعل الجرس بقى وظبط القناة عشان ايه ربنا يكرمنا ويكرمكم كده. شكرا لكم.